المغربية لحقوق الإنسان ورئيس فرع أولاد مراح سيدي حجاج والنواحي. هذه الوقفة جاءت نتيجة استعصاء أو مثلا تماطل السلطات المحلية ولا الإقليمية ولا سلطات الدائرة على أو التخلي على الأراضي ديال الدولة، بالرغم من استصدار قرار قضائي وأحكام قضائية في حق المحتلين لهذه الأراضي. هذه الأراضي اللي كتسمى الفيرمات البالغ المساحة ديالها 3444 هكتار، فبالرغم من استصدار أحكام قضائية في حق المحتلين، هاد الناس تحدوا القانون المغربي وتحدوا الدستور والقرارات القضائية. هاد الناس حقروا المقررات القضائية وناضوا عودوا حرتوا رجعوا لعملية العود وحرتوا هاد الأراضي في تحد سافر للقانون وللمقررات القضائية. ومن هذا المنبر نحمل مسؤولية المندوب الأملاك ديال الدولة، وندعو هذا المندوب أن يتحمل مسؤوليته، لأن هذه الأراضي هي المؤسسة الوصية على هذه الأراضي ديال أملاك الدولة هي وزارة الاقتصاد والمالية، وفي المنطقة هي مندوبية الأملاك ديال الدولة. هذا المندوب كدعو هذه الجماهير ديال الفلاحة أنه يسرع بالوتيرة ديال الأحكام أو ينفذ الأحكام، يلتجئ المسطرة ديال التنفيذ ويسخر القوة العمومية للتصدي لهذه الخروقات ديال هاد الإقطاعيين الجدد. من بين هاد الإقطاعيين هما رؤساء الجماعات وأعضاء موالين لهاد رؤساء الجماعات يستغلون هذه الأراضي ديال الدولة لأغراض انتخابية سياسية محضة. والغريب في الأمر أن هاد الناس ما اكتفوش بظاهر الأرض، أنهم أنشأوا مقالع فوق أراضي الدولة المغربية بطرق غير شرعية وبطرق غير قانونية، في غياب الوزارة الوصية على هذه الأملاك اللي هي وزارة الاقتصاد والمالية ومندوبية أملاك الدولة بالسطات. من هذا المنبر نحن كهيئة حقوقية نحمل مسؤولية للدولة المغربية أولا وخاصة وزير الاقتصاد والمالية، وندعو من هذا المنبر المحترم وزير الاقتصاد والمالية أنه يتحمل مسؤوليته، ما يبقاش ناعس وما عارفش اشنو كيدور بمنطقتنا. السي الوزير من هذا المنبر 3444 هكتار راه مساحة ديال دولة قطر أو مساحة ديال دولة الكويت محتلينها رموز الفساد ورؤساء الجماعات. يجب التصدي لهذا النزيف أو لهذا الترامي ولهذا الاحتلال الغير مشروع والغير قانوني، واحترام مقررات القضائية. وتحية وشكرا.